من قواعد الحوار المصري ان انت بتستخدم احيانا لما تكون عايز تروج لاشاعه او عايز تفتي، يعني عايز تدي نفسك مساحه من الفتي بدون ما حد يمسك على حاجه. تبدا كلامك بيقول لك، فبيقول لك وبعد كده زربيح فتي، فانت حر بقى بتتكلم براحتك خالص. وبعدين ما حدش ما احنا مش عارفين مين هو اللي بيقول لك. هو دايما خفي، هو طرف ثالث، هو دايما عليه طار مشغول، مش موجود في مصر. انك تبدا كلامك بمع احترام ليك، اعرف على طول ان في شتيمه بعدها. طيب، مع كامل احترامي ليك، يبقى دي منطقه اعراض، يعني في اب وام هيتمرمغ بكرامتهم الارض. الجمل برضو اللي بنستخدمها في لغه الحوار ان احنا نقول اولا، مفيش ثانيا ولا ثالثا ولا رابعا، احنا بنمسك اولا دي وبنكمل لحد الساعه 4 الفجر. يعني اولا دي بتحسسك ان انت يعني ايه عبقري، تحسسك ان انت دكتور في الجامعه، تحسسك ان انت مثلا ايه انيس منصور في نفسك. برضو لغه الحوار اللي تلاقيها عندنا اللي هو واحد يقول لك ايه، بص، عايز الحق ولا ابن عمه؟ يا عم وانت بتكلم مسلمه الكذاب؟ ما هو انا اكيد عايز الحق، وبعدين هو عايز ابن عمه ليه؟ الحق ده مثلا مركب شرايح مسامير فمش هيقدر يجي، يعني في معاه حد اهم مني مثلا هيتكلم معاه، فيبعت ابن عمه. في كمان تلاقي بقى ان احنا تحس ان احنا في كتاب، عارف انت اللي هو بتحفظ حد الكلام فبتكرره له، فتلاقي الكلام ده مثلا بيتكرر يا اما في حوار بين اتنين شايفين بعض فيس تو فيس، او بالتليفون، اللي هو تلاقيه مثلا يقول حبيبي حبيبي حبيبي، سلام 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 سلام. بص، بتحفظ له الكلمه، اللي هو انت مش انت بتعبي شريط، فاهم؟ انت مزنوق في خلاص ميعاد الالبوم نازل، فانت بتعبي شريط فبترمي اي حاجه، سلام سلام سلام، حبيبي حبيبي حبيبي، تسلم تسلم. في حاجات برضو بتحسس اللي قدامه، وهي المفروض انها يعني ايه اشارات تركيز، اشارات انتباه، تمام. بس هي اصلا بتبقى اشارات ليك انت، يعني انت دايما بتبقى انت انت وبتحكي، تمام، فانت سرفلت في الكلام فانت مسقط، فانت ما تعرفش اللي هو ايه، كانك بتهوش اللي قدامك كده، تمام، بتشتغله فكل شويه معايا، واخد بالك، سامعني، فاهمني؟ طيب انا فاهمك والله، انا فاهمك، انا من الصبح ما بعملش حاجه غير ان انا افهمك، والموضوع تافه يعني مش محتاج فهم، انا سامعك، انت اللي مش سامعك. طيب، من الكلام ده برضو اسف في اللفظ، يعني اسف في اللفظ دي برضو بتبقى توضيح او اشاره ان في لفظ هيجي، يعني هو اسف في اللفظ، في اللفظ، اسف في اللفظ نفسه. يعني يعني انا كم الاسف اللي هبعته لك في اللفظ ده، يا ريت تقبله مني لان اللفظ نفسه صعب، فانا ببعت اسف قبله، فاهم؟ اللي هو انت بتبعت اسف لحد ما اللفظ لودنج، اللفظ يحمل.